اسرائيل يعني بدها تستفيد من الوقت. بعدين كيف انت بدك تاخذ اعلان مثل هذا له خطورته، لانه انا استعملت كلمه اعاده رسم بالاقليم. صح. طيب انت كيف هلا بدك تعمله؟ قرب بايدن على الانتخابات. طيب ماذا لو فاز ترامب بالانتخابات ويمكن يتخلى عن هذا مثل ما تخلى عن الاتفاق الايراني؟ شو الضماني للفلسطيني؟ شو الضماني لبعض اللي عم يتفاوضوا؟ مين اللي بيعطي ضمان؟ خلينا نفتح قوسين هون لأسألك سؤال عن هذا الموضوع. دونالد ترامب واضح كانت سياسته تجاه إسرائيل وتجاه فلسطين وتجاه الشرق الأوسط، وواضحة سياسته تجاه روسيا، ويقول لو كنت موجودا لما حصلت الحرب هناك. يعني كما تقول إذا إجا دونالد ترامب على الحكم وبده يخفف أو ينهي الجبهة أو الحرب بأوكرانيا، وين بده يكون مع قصة أوكرانيا. لك المسألة ما بتتعلق بالقرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالرئيس وفريقه. في الدولة العميقة، في مصانع السلاح، في الناس اللي لها مصلحة أن كل يوم عم تصنع آلاف الذخائر اللي كانت تروح على أوكرانيا. في كتير من الأمور. لذلك أنا برأيي إسرائيل بدها تلعب لعبة هلا. أول شيء في تصعيد عسكري، وقلت لك حيطال رفح، وفي جزء منه وهلا بيحكي شو اللي حيطال الجبهة اللبنانية. نعم. شمالها بدها تقطع الوقت لأيار لحزيران. ساعتها هي فتنا بلعبة الانتخابات وأصبحت قريبة لتلعب بين منطقتين ما عند بايدن وما عند نتائج هون، ولا لا تهرب مثل ما هربت من أوسلو، مثل ما هربت من مدريد، مثل ما هربت من المبادرة العربية ببيروت بال2002. مثل لا يمكن وجوديا أن إسرائيل تقبل بوجود دولتين. هي تريد إنهاء القضية الفلسطينية. لذلك ما هو مرسوم ومعد وفي شيء منه غير معلن هو بعده بجائبة الإسرائيلي اللي بده يحاول هلا يستفيد من اللي حصل ليرجع يصنع شيء جديد. عشان هيك الولايات المتحدة الأمريكية المقبلة على الضربة ما بعرف شو ممكن تعمل ما بعد الضربة. هي واحد. اثنين، الفلسطيني إذا قبل بالمبادرة بدون ضمانات تتعلق بالانسحاب الكامل. شو يعني انسحاب كامل؟ يعني هزيمة كبرى لإسرائيل. هل ترضى هيك هزيمة؟ نعم. عشان هيك بيشتغلوا هلا انه مين بدنا ننزل عن الشجره، نصف منتصر ونصف خاسر. نعم. نصف خاسر هون نصف منتصر هون. نعم. طيب الاسرائيل ما ممكن يقبل. اثنين، يا اخي الضفه الغربيه اللي بدك تعمل فيها انت دويله، كيف بدك تعطيها تنشئ دوله؟ في 850 ألف داخل الضفه الغربيه اسرائيليين بمدن صارت مش قرى. كيف بدك تركبها؟ وبطريقه حلزونيه بدك تشيلهم هون لجوا لعندك على قلب فلسطين؟ مش حيجيبهم. اوكي، هول بدك تدفعهم الى الاردن، معناتها في شيء بيتعلق يعني انت كيف ما برمت لا يمكن ان يكون هناك دولتين ما ممكن متجاورتين. الاسرائيلي يطمح انه يكمل الحرب، انه يحقق اللي بده اياه، وانه بلكي بعد بقدر اغتال يعني سنوار او احدا واعمل هذا انتصار، وسيتوجه الى الجبهة اللبنانية. تعد الآن، وأنا ما بدي أقرأ اللي عندي هون أحسن ما نعمل يعني انعكاس سلبي. النسق الأول للفرقة الأولى اللي منتشرة بالشمال صارت على جهوزية، وشفنا كيف مرقوا قبل كم يوم وحتى بعثوا صور لمناورات إلى الغرب وشمال بحيرة طبرية، وانه كمان النسق الثاني للفرقه الثانيه موجودين، وانه لواء جولاني اللي ريحوه هلا وعم يعدوه لما هو منتظر. شو قال جرانت قبل شوي؟ هلا حتى ولو توقف اطلاق النار في غزه لن نتوقف عن اطلاق النار على الجبهه اللبنانيه الا بعد ان نحصل ما نريد. طيب شو عم يطرح الاسرائيلي؟ تعرف الأول قال 10 كيلومتر و15 كيلو شمال الليطاني وحدة الرضوان وكذا. نعم. طيب أوكي، شو بده يعمل؟ المقاومة في لبنان لن تقبل إلا بالحد الأدنى والأعلى لل 1701، وهو أن يعود الوضع إلى ما كان عليه. طيب بالمقابل صار في وزارة مهجرين بإسرائيل، بالمقابل 100,000
لن يعودوا إلى المستوطنات. 47 مستوطنة طلع بدهم فيه، ضمانات مش بس ليرجعوا. المطلة مسكاف عام والمنارة، لا لا لا، عمق 10 و20 و25 كيلو. إيه. هؤلاء ما بدهم يرجعوا. والعقل اللي بيرجع للعقل المتطرف الإسرائيلي يتوق إلى أن تفتح إسرائيل على رغم كل اللي واجهته بغزة جبهة مع إلى لبنان. حرب ما مع ولو لبنان. نصف حرب مع لبنان لفرض وقائع جديدة. وأنا برأيي هذا هو اللي رايحين عليه. يعني والمسألة مسألة وقت. أسبوع أسبوعين، مش أبعد. يعني مبين من حركة الإسرائيلي إنه في شيء ما. نعم. إنه تعال بعمل أنا بوسع الدويرة، بمتحن المقاومة في لبنان لاكتشف شو مخبيت لي أكثر من اللي بعثت لي إياهم فلق وبركان وغيره. بترد المقاومة إذا الإسرائيلي عمل نصف حرب على هاي الجبهة، وسع لل20 25 كيلو وعمل عمليات اغتيال، عمل أي شيء، بدها ترد المقاومة بنفس المستوى. إذا تدرج الأمر إلى حرب أكبر بدها ترد المقاومة إلى حرب أكبر. هاي على جبهة الشمال. على جبهة الجنوب أنا مصر إنه إسرائيل تريد أن تفعل شيء ما برفح. ما حت إسرائيل بموضوع غزة رايحة للآخر. هلا بالاستراتيجيا إسرائيل مهزومة، انهزمت ب7 وتشرين. ورغم انه غزة 70% مطحونة على الارض، رغم كل الخسائر البشرية، رغم كل اللي حصل، لكن بالمفهوم الاستراتيجي بالصراع ليش؟ ستتبدل القناعات والمفاهيم. نعم. هيدا المقاتل اللي كان بالاول بالحجر واللي كان بالسكينة واللي كان بالكاد يكون معهم، صار اليوم بغير محل. ولو انه كمان اكتشفنا، وانا بحكيها بصراحة، انه نحن بحاجة لتطور ادواتك التكنولوجية بسلاحك ليوازي ولو جزئيا التكنولوجيا المتطورة. إسرائيل أرقى أنواع آخر ما أرقى توصلت أنواع إليه التكنولوجيا. صحيح. التكنولوجيا، يعني بشغلات إلى جانب طبعا قدرات الاستخباراتية بما فيها الداتا اللي أخذتها من لبنان اللي بتتعلق بكل شيء وغيره. فبالتالي نحن لا، بمحل تاني بالاستراتيجيا الإسرائيلي انهزم، وهو عارف أنه انهزم. نعم. لذلك يريد أن يبحث عن شيء ما حيعطيها لحماس ولا حيعطيها للقطري ولا حيعطيها، وإذا بده يعطيها للأمريكاني في إلى ثمن كمان ما بتجي بلوشي. عشان هيك هلا هو بيروح يقطع وقت. ايه بوافق يمكن هدنة اول شيء، بس ولا حيوافق حتى على كلمة وقف اطلاق النار. بده يوافق على كلمة هدنة. بتطلع له 35 بالاول، بتطلع له بعدين حماس بتقول ما مش هول الاسرى اللي بدي اياهم، بتنط لايار اللي هي النقله اللي بده اياها نتنياهو بعد لقدام. الا اذا يا عمي حتى الاسرائيلي عم بيقتلنا وفق معتقداته التوراتيه والتلموديه. يعني ليش انا قلت لا يتوازى رد الفعل؟ هيدا بالعقل الاسرائيلي اللي صار 70 ل 80% من المجتمع الاسرائيلي. قلت لك شمت اسرائيل ريح دمها، طواق لاستمرار الحرب. ما بده اياها توقف هذه الحرب رغم كل اللي عم يحصلوا بيناتنا. صار في ازمات كبيره اقتصاديه وغيره، ولكن من وجع الاسرائيلي مثل ما يعني كان انا او غيري كان يمكن منتظر. يعني الوجع المؤلم انك تدمر بقلب المدن، تعمل كذا. الصواريخ كان لها مفعول محدود. من غير شك اسرائيل استعملت كل ما لديها، قبة عديء غيره. نعم. اوكي، لذلك نحن لا، انا شايف جمعتين سيئين. نعم. هل هذا المسار الذي تراه قال عنه يوآف جالانت في السابق نحن يعني فاتحين مجال للمسار الدبلوماسي ولحل بهذه الطرق وإلا نحن جاهزين؟ هل ستنجح هذه المساعي مثلا القطرية الأمريكية؟ شو بتعمل يعني؟ شو بتعمل؟ اوكي أكثر من تبادل. لكن أنا اللي عم بحكي عنه، كل اللي عم بحكي عنه بما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية. إذا كانت كل هالتضحيات بدها تروح بس مجرد ترتيب لهدنة وتبادل بدون الشروط الأكبر اللي لازم، لأنه هاي القضية الفلسطينية هي الكاسب الأكبر بالحرب، من هاي الحرب. على مستوى الرأي العام العالمي، على مستوى القضية الفلسطينية اللي صارت على الطاولة، وعلى أكثر من مستوى اللي لازم تستفيد منها يعني المقاومة. وأنا يا خوفي إذا صار ترتيب وقف إطلاق نار، إذا أو هدنة أو شيء، نحن العرب قلت لك آنيين،
تبرد همتنا ايه من خلال نحتفل من خلال التفاعل مع هالقضية، وخاصة انه نحن لا نملك استراتيجيات ولا خطط. يعني مين عنده خطة اليوم لاستثمار الرأي العام الغربي تحديدا؟ شو بدي بالعالم العربي والإسلامي؟ شارع مستقيل، شارع خانع، شارع ما له عازة يعني. طيب هاي القضية اللي صارت هلا بالامريكيتين وباوروبا وبالعالم كله سوا. طيب انت كيف بدك تتعاطى مع هذا الراي العام اللي كان معك؟ لا توجد خطط. انا بقول لك ما لا توجد، لانه نحن هلا بكره بالميديا وبالسياسه وبالدبلوماسيه نعم. تستكين. هذا اللي تستفيد منه اسرائيل باللعب على حافه الوقت. خلينا نبدأ بارتدادات هذا الموضوع وكيف تواجه دول الطوق والمنطقة هذه الموضوع. خلينا نبدأ من لبنان. نحن بلبنان شو جاهزين؟ في نحن شيء قلت لك، في خطين. ايه في خط عم ينشغل من تحت الطاولة له علاقة بمستقبل. تعوا يا إيرانيين، تعوا يابا، شو بدنا نعمل، شو بنساوي؟ الإدارة الأمريكية أو البريطانيين تحديدا أو غيره، شو بدي الفرنساوي، هول طلعوا لحتى نعم. في حكي نعم. بإعادة رسم خريطة مستقبل الوضع بسوريا. يعني ما في أحكي كل شيء، بس إنه تحليل. ايه ليش صار التبدلات الأمنية؟ اللي سمعني بيعرف شو عم بقصد. انا بعرف شو عم تقصد. ما بدي، انت ما بدك تقول في ما شيء له علاقة ايه بشيء ما لقدام بعض العرب طلب مهم بالنسبة للوضع في لبنان. إسرائيل لما ضمن المخطط اللي جاي الاقتصادي، الخط الهندي لغاية هون، ليش قلت لك بعض العرب على علم بما هون؟ في اتفاق سري انه لا يمكن نحن ننجح بهذا الخط الا اذا طارت حماس وغير حماس، الجهاد وغيره كل من غزة، والا اذا ما وجهنا ضربة كبيرة ايضا للشمال، يعني لحزب الله. حزب الله. فعم ينشغل كان على هذا الاساس. نعم. وعشان هيك برجع بكرر لك، اجت تطحني هونيك لتقدم نموذج انه شو ممكن يعمل، لانه ما بتركب هلا اقتصاديا. وهلا بما انه اسرائيل بالغت بهذا الامر، كمان هلا اصيب حالة التطبيع بشيء من الوهم، تحديدا ما بين السعودية واسرائيل. الموقف السعودي لحد هلا كويس، انه ليكو كنا محمسين وقلنا لكم حنعمل كذا، لكن اذا ما حطيتني شيء بالقضيه الفلسطينيه انا ما حروح على التطبيع. صحيح. طيب هيدا كيف بدك تستثمره بكره؟ هل في مخطط لهذا الامر؟ طيب. تجي على الجبال اللبنانيه. جبال اللبنانيه غير غزه، في مقاومه، اسلحه متطوره دقيقه قادره ان تدمر، ان تصيب وغيره. وبنفس الوقت كمان اسرائيل قادره ان تلحق دمار كبير بلبنان. عشان هيك انا لي وجهه نظر كانت انه اذا طلعت المقاومه في لبنان ووقف القتال، يمكن تنجح الخطط ووقف القتال، وعدنا بس لتنفيذ نحن 1701. انا برايي بتكون المقاومه في لبنان عملت انتصار بيوازي 2006. اولا فرجت الاسرائيلي ماذا لديها، الحقت ضرر كبير ان هجرت 100,000 اسرائيلي لأول مرة. المستوطنات الإسرائيلية منعت عن بيئتها دمار شامل. صح. يمكن ما تقدر تتحمله بالشكل اللي تحملته بال 2006. لا توجد كمان حالات دعم موعودة انك انت بتقدر تعوض عن هذا الامر. يعني والاهم من هذا وكله انت اذا كمان طلعت من هذا الامر، انت بالاستراتيجية كمان كمقاومة بتكون كسبان، وهيدا حيعمل انعكاسه على الداخل بالسياسة غيره. والأهم إنه كمان ما حتوافق المقاومة على 1701 إلا إذا أخذ النقاط 13 والبي 1 ولغاية مزارع شبع، اللي عم قال إنه طيب نعطيكم إياها بس بتكون تحت سيطرة القوات الدولية. طبعا معناتها أنت بهذا الموقف الاستباقي حررت أرضك، اللي هون حررنا النقاط، ضليتك أنت قوة استراتيجية للمستقبل، قوة رادعة حتضلك تستخدمها بكره مشان الثروه الغازيه اللي منعوك الامريكان وغير الامريكان منها. حتضلها قوه رادعه للاسرائيلي. نعم. لانه في مخطط اسرائيلي هو عم يتم تداوله. نعم. انه بنخلص من غزه، بنرجع بنخلق ظروف لحتى ليش هالقمع الشرس بالضفه،
لحتى نعمل ترانسفير بالضفة إلى الأردن، ومن ثم ونحن في طريقنا إلى يهودية الدولة، ترانسفير لعرب ال 48 وعرب الجليل وكذا إلى لبنان، وبتروح إسرائيل على إعلان الدولة اليهودية. هاي اللي هي عم تخطط لها. طيب إحدى المندوبات الألمانيات باجتماع من 10-15 يوم بالسرايا الحكومي، كان في ممثلين على منظمات دولية لبحث قضية النازحين وانطرأت. طيب شو قالت هاي الألمانية؟ عليكم أن تستعدوا أنه حيكون في عندكم 900,000 لاجئ فلسطيني. العمل لما صدموا القاعدين، وطبعا هي ما عاد تكمل تعليق. طب وقف عند هاي المعلومة. من وين؟ معناتها هذه امتداد للمخطط الإسرائيلي، وما نستهون فيه. البعض بيقول لك هلا ليك شو عم بيحكي رفيق صلى أفرين. إسرائيل خط المصاري البانورامي منذ مؤتمر بال إلى وعد بلفور إلى 36 إلى يعني كيف اللجوء اليهود إلى فلسطين إلى 48 إلى 56 إلى 67 إلى احتلال بيروت، هي تطمح وجوديا وتوراتيا وتلموديا إلى إنشاء يهودية الدولة، لأن بتعرف عدم الذهاب وما تكون يهود بيور بهذه البقعة الجغرافية، الديموغرافيا العربية على تخلفها بدها تغلبها بالمستقبل، والديموغرافيا الفلسطينية بدها تغلبها.